السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حتة في الكون محدش يعرف فيها ايه بالظبط. كل اللي يدخلها يختفي، مش بيموت، لأ، بيختفي كأنه ما كانش، ولا ضوء بيطلع ولا صوت بيتسجل ولا حتى الزمن بيكمل. مكان في الكون لو كوكب عدى جنبه بيتشفط، لو نجم قرب منه يبلعه، لو بني آدم دخل فيه محدش يعرف عنه حاجة تاني. العلم بيسميه الثقب الأسود. بس اللي بنشوفه حوالينه بيخلي أي حد يسأل، هو ده مجرد حفرة في السماء ولا في حاجة وراها؟ في ناس بتقول دي نهاية كل حاجة، وناس تانية بتقول لأ، دي بوابة لعالم تاني. يعني ممكن اللي يدخل هناك ما يكونش انتهى، يمكن يكون بدأ من جديد في حتة تانية، في مكان أو زمن إحنا أصلا مش عارفين نتصوره. النهاردة مش هقدم لك إجابة، بس هفتح لك باب هتشوف منه الكون بشكل تاني. خليني أقول لك بأبسط طريقة، الثقب الأسود مش فتحة ومش حفرة ومش حاجة ممكن تمسكها بإيدك. هو مكان في الفضاء الجاذبية فيه مجنونة، جاذبية مرعبة بتشد كل حاجة حواليها. يعني أنت لو رميت حجر من على الأرض بيقع، صح؟ طيب لو رميت نفس الحجر في الفضاء، لو عدى جنب الثقب الأسود، الحجر مش هيقع، ده هيتشفط. حتى النور نفسه اللي هو أسرع حاجة في الكون، لما يعدي من جنبه ما يعرفش يهرب، النور بيتحبس. عشان كده سموه أسود، مش عشان لونه أسود، لأ، عشان مفيش نور بيخرج منه أصلا. الثقب ده كأنه فخ، أي حاجة تدخل خلاص راحت. وطبعا مش بنشوفه بعينينا، احنا بنعرف مكانه من اللي بيحصل حواليه. يعني مثلا نجم كان منور وفجأة اختفى، غازات بتتحرك بشكل غريب حوالين نقطة فاضية. الثقب الأسود فيه منه أحجام، في منه الصغير وزي حجم الجبل، وفي العملاق اللي أكبر من الشمس بملايين المرات. والموضوع مش نادر، لا، ده موجودين كتير جدا في الكون، بس إحنا اللي صغيرين ومش شايفين حاجة. طيب إزاي الثقب الأسود ده بيتكون؟ أي نجم في السماء ليه عمر، بيشتغل بمفاعل جواه نار شغالة، بس يجي وقت النار دي بتطفي. اللي بيحصل بعد كده بيعتمد على حجمه. لو النجم صغير بيبقى رماد اسمه قزم أبيض، لو أكبر شوية بينفجر ويبقى نجم نيوتروني. لكن لو ضخم جدا بيفضل ينهار على نفسه، يضغط على بنفسه لحد ما يوصل لحاجة صغيرة جدا بس جاذبيتها مرعبة، ووقتها بيتحول لثقب أسود. يعني ممكن تقول كده الثقب الأسود هو جثة نجم ضخم جدا، بس جثته بتسحب الكون معاها. إيه اللي بيحصل جواه؟ دي بقى أكتر حتة مخيفة، إحنا مش عارفين بالظبط إيه اللي بيحصل جواه. بس اللي نعرفه إن أول ما تعدي خط معين حوالين الثقب الأسود اسمه أفق الحدث، مفيش رجوع. تخيل كأنك دخلت باب وقفل وراك، ملهوش مقبض من جوه. أي حاجة تعدي أفق الحدث بتنتهي، النور والصوت حتى الوقت. جوه الجاذبية بتبقى قوية جدا لدرجة إن كل حاجة بتتكسر، الذرات والقوانين والرياضيات نفسها. في النص كده في نقطة اسمها التفرد، النقطة دي صغيرة جدا بس فيها كل الكتلة، كل الضغط، كل الحاجة اللي كانت موجودة. الزمن هناك مش ماشي زينا، احنا ماشيين ثانية بثانية، هما هناك ممكن الدقيقة تبقى سنة والسنة تبقى لحظة. يعني لو بصيت من بعيد على اللي دخل جوه هتحسه واقف مكانه، بس هو جوه بيحس الوقت بيعدي. كل ده نظريا، بس مفيش حد دخل ورجع يحكي. هل ممكن لو دخلت الثقب الأسود تخرج منه؟ الغريب بقى إن العلماء اكتشفوا إن الثقب مش ساكت 100%. في عالم اسمه ستيفن هوكينج قال إن في إشعاع بسيط بيطلع من الثقب، مش نور، إشعاع خفيف اسمه إشعاع هوكينج. ومع الوقت الثقب ممكن يفضل يخرج الإشعاع ده لحد ما يختفي، يتبخر. يعني حاجة بالحجم المرعب ده ممكن في الآخر تختفي كأنها كانت وهم. وطبعا لسه في نقاش كبير في النقطة دي، لأن دي كانت ضد كل اللي العلماء كانوا فاهمينه. بس اللي متأكدين منه إن الثقب مش كيان ميت، ده كيان بيتفاعل وبيتغير. هل في بوابة في الثقب الأسود؟ في علماء بيقولوا استنوا، يمكن الثقب مش بس نهاية، يمكن يكون بوابة لبداية جديدة. يعني لو دخلت جوه يمكن تطلع في مكان تاني في الكون، أو حتى كون تاني خالص. النظرية دي اسمها الثقوب الدودية، زي نفق
يبدأ بثقب أسود وينتهي بثقب أبيض، تدخل من هنا تطلع من هناك. بس هل ده حقيقي ولا خيال علمي؟ لحد دلوقتي مفيش تجربة أثبتت ده، بس الحسابات بتقول ممكن، واللي بيحصل حوالين الثقوب بيقول في حاجة إحنا مش فاهمينها. يعني إيه ثقب أبيض؟ الثقب الأبيض هو عكس الثقب الأسود، يعني مكان مفيش حاجة تقدر تدخله بس بيطلع منه كل حاجة، كأنك فتحت حنفية طاقة ونور ومعلومات، كل حاجة بتتدفق للخارج. هل هو موجود بجد؟ لحد النهاردة مفيش أي دليل، لكن في الحسابات بتاعة العلماء لو في ثقب أسود لازم يكون في ثقب أبيض. يعني ممكن الثقب الأسود اللي بلعك هنا يرميك من فتحة تانية ثقب أبيض. بس دي كلها فرضيات، مفيش لحد دلوقتي أي حاجة ملموسة تثبت ده. هل ممكن نسافر عبر الزمن عن طريق الثقب الأسود؟ السؤال اللي بيشغل دماغ الكل الثقوب السوداء. هل ممكن تخلينا نسافر للماضي أو للمستقبل؟ الحقيقة الموضوع معقد. العلماء بيقولوا إن الجاذبية حوالين الثقب بتأثر على الزمن، يعني لو أنت قريب من الثقب الأسود الوقت هيعدي عندك أبطأ من اللي بعيد عنه. يعني ممكن تقعد ساعة هناك ترجع تلاقي الأرض عدى عليها سنين. بس السفر للماضي أغلب العلماء بيقولوا لأ، ده مستحيل، لأن الزمن ماشي في اتجاه واحد. لكن تقنيا الثقوب ممكن تبطئ الزمن وممكن تفتح ممرات غريبة، بس لسه مفيش حاجة مؤكدة. ولو دخلته إيه اللي هيحصل؟ طيب لو دخلت ثقب أسود إيه اللي ممكن يحصل؟ لو إنسان دخل ثقب أسود هيحصل له إيه؟ أول حاجة جسمك هيتمدد ويتفكك، رجلينك هتتسحب قبل دماغك لحد ما يتبقى شريط طويل، وبعد كده مفيش، كله يختفي. بس بعض العلماء بيقولوا لأ، ممكن اللي يدخل ما يختفيش، بس يتحبس جوه أفق الحدث للأبد. وبرضه في نظريات بتقول ممكن تخرج في كون تاني، بس دي كلها تخمينات. طيب خلينا نعرف رأي الدين في الثقب الأسود. هل الكلام ده ضد الدين؟ لأ خالص، العكس. الدين دايما بيشجعنا نلاحظ ونتفكر في خلق ربنا. ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني لما نبص للسماء ونشوف العجائب دي ده يقوي إيماننا مش يضعفه. والقرآن اتكلم عن النجوم اللي بتنطفي وعن السماء اللي فيها طبقات، يعني مفيش أي تعارض، بالعكس، ده العلم بيقربنا من المعجزة. في الآخر الثقب الأسود مش بس ظاهرة فيزيائية، ده سؤال كبير جدا عن النهاية والبداية، عن الوقت والمكان، عن إحنا فين وليه ورايحين على فين. ويمكن مش مهم نعرف كل حاجة دلوقتي، لكن الأهم إننا نفضل نسأل ونفضل ندور. الكون كبير وأغرب مما نتخيل، ويمكن يوم من الأيام نعرف، وساعتها كل اللي هنسأله لو فتح قدامك الباب كنت هتدخل؟